إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما زالت كاميرا بدون تردد في مواجهة أوجه الفساد وأوجه الإهمال في كل مكان. تلبية من دعوى أهالي 8 العنابر، نزلت كاميرا بدون تردد لننقل ما يعانيه الأهالي، فكونوا معنا. من اهم المشاكل الموجوده عندنا هنا في القريه اللي هو المدخل الرئيسي من ابو سكين لحد قريه 8 العنابر هنا، فالطريق كله اصلا لا يصلح للسير الادمي. يعني احنا بنناشد الساده المسؤولين ان هم يسفلوا الطريق عشان حتى نعرف نمشي عليه. دي من اهم المطالب، وتسفيل طبعا المدخل بتاع القريه اللي هو بيخدم مثلا طريق المستشفى وطريق المدارس. والله احنا في مجال الكهرباء جهد مشكور من الساده المسؤولين، تم تجديد الشبكه بالنسبه للاسلاك المغطاه، إلا إن الأعمدة متهالكة، وبالناشد المسؤولين حفاظا على الأسلاك اللي تم تغييرها للقرية بالكامل إن يستجيبوا لبعض الأعمدة المتهالكة ويزرعوها عشان حتى حفاظا على حياة الناس وحفاظا على الشبكة اللي تم تجديدها وكلفت ملايين الجنيهات على الدولة. مساجد أوقاف كتيرة وقد لا يكون فيها إلا إمام وخطيب تابع لوزارة الأوقاف، وطبعا عايزين توفير أئمة وخطباء حتى يغطوا يعني عملية نشر الدعوة والمفهوم الصحيح للإسلام. طب المساجد التانية اللي ما فيهاش إمام شغالة إزاي؟ والله قد تكون فيها بعض الناس المتطوعين في الدعوة من السلفيين وغير ذلك بيقوموا بالخطابة وسد العجز، ولكن يعني هذه المساجد تريد يعني أئمة وخطباء تابعة لوزارة أو تريد سيطرة تحت وزارة الأوقاف في هذا المفهوم، يعني بهذا المفهوم يعني. فنتمنى يعني من مديرية أوقاف كفر الشيخ والمحافظة إن هي تستطيع أن توفر لنا بعض الأئمة والخطباء يسدوا العجز. شكلنا دلوقتي الجمعية الزراعية ما بتحلش أي مشاكل لأي واحد، لا كيماوي ولا القطن، انطار القطن مجموع ب 900 جنيه واتحط في الجمعيه بقاله شهرين اتنين، من اول شهر واحد لحد دلوقتي لسه بشيلوا فيه النهارده قدامك لسه شهرين اتنين على ما تيجي الفلوس، ولا واحد بيسال فيه. ويقول لك 4 شكاير فدان كيماوي للفدان، واللي زارع فول ما ياخدش كيماوي، واللي زارع برسيم ما ياخدش. ده هو البرسيم ده اصلا الثروه الحيوانيه، ما هوش احنا بنستفيد ايه من الكراويه؟ ما بنستفيدش من الكراويه اي حاجه. يقول لك الكراويه ليه والبنجر له، طب احنا ما بنستفيدش من ده حاجه. ومشاكل دايما مع الجمعيه، يقول لك انت ليك 4 المحافظ بنزل، الوزير منزل 4 شكاير كيماوي، تروح الجمعيه يقول لك انت مالكش رشكاره، ده الفول مالوش، ده الكراويه مالهاش، ده مش عارف ايه مالوش، مش عارف. احنا طلباتك ايه؟ طلباتنا ان الجمعيه تشوف مصالح الناس دي. احنا مشاكلنا هنا القريه بتخدم حوالي من 10 قرى، 10 قرى تعداد سكاني. زي ايه؟ 10 مشاكل كتيره. قرى ايه؟ قرى طبعا ل 8 كتيره يعني، مجاورين 45 46 10 12 6 47 المحلويه. القرى ديت بتضم حوالي 150 الف مواطن. بنناشد المسؤولين ان احنا عايزين هنا مركز اسعاف، الناس ما بنلحقش نسعف، نقطة اسعاف ما بنلحقش نسعف حد، وعايزين نسعف الناس ونوصلهم اقرب نقطة اسعاف ليك هنا ايه؟ حوالي من 7 كيلو او 8 كيلو. الطريق اصلا غير ممهد ان انا اوصل اصلا لمركز الاسعاف ده، بياخد حوالي اكتر من ساعة. مشاكلنا المية كلها بتاعت الري هنا متلوثة، ما تصلحش لاي لا زراعه ولا تصلح لا مؤاخذه لا لبهايم ولا تصلح لاي حاجه خالص. يعني عايشين وكأننا يعني بصراحه ربنا كده، ربنا هو اللي كرمنا كده وخلينا عايشين كده ماشي. لان المروه زي اللي هناك دي لو شفتها لا مؤاخذه مجاري في قلب المروه ماشي، على الطبيعه هناك هي صوروها وشوفوها منظر ما ينفعش خالص. طلباتك ايه؟ طلباتنا ان احنا ننظف الميه دي ماشي، ونشوف الصرف الصحي يتعامل على صح، يتعامل على سليم، انما صرف صحي واكنه مش صحي طالع في العزبه يبقى صحي. مشاكل القريه هنا احنا محرومين من حاجات كتير بالنسبه للبلد. زي ايه؟ زي مكتب بريد، زي وحده بيطريه، عشان الفلاحين النهارده الزراعه ما عادش لها محصول، المحصول ما عادش له سعر. الفلاح دلوقتي اللي مربي له بهيمتين على ما بهيمه تتعب ويروح للدكتور، وحده بطاريه بيروح مثلا 7 او ابو سكين، واحنا بلد كبيره بتابع لها. يعني احنا جمعيه المعموره دي تابع لها قريه 10 وقريه 12 وقريه 46 وقريه 47 وقريه 45 وقريه 46 وقريه المحلويه وستة الطرفايه. كل ده ما فيش وحده بيطريه حضرتك. احنا معدومين من الخدمات العامه. احنا بنروح مكتب البريد بتاع التفتيش عشان نقعد باليوم وما نعرفش نقبض، ونرجع تاني نروح تاني يوم. وعايزين مكنه آلي هنا تقبضنا، مكنه آلي تقبضنا هنا. بنطلب مكنه آلة من وزير الاتصالات او وزير البريد يعمل لنا مكنه آلة في 8،
ومكتب بريد في 8 عشان يخدم الناس بنبقى رايحين بال20 نفر وقاعدين بال50 وما نقبضش ونرجع تاني. مشاكلنا الميه، ميه الشرب فيها نسبه جياف، نسبه املاح عاليه غير صالحه للشرب. معظم الناس عندها فشل كلوي، فلو عملنا مثلا محطه تكرار للميه تبقى تنقيه للميه، تبقى ميه صالحه للشرب الناس الادميين، تبقى شيء طيب جدا يعني. انما معظم الناس هنا عندها فشل كلوي، نسبه املاح زياده، نسبه جياف في الميه، عفونه. المطلوب محطه تنظف الميه دي للناس كلها مش لنا بس. احنا عندنا مشاكل متعدده في القريه. زي ايه؟ زي اول مشكله بنعاني منها طبق الطريق العمومي اللي هو واصل من ابو سكين لحد 8. العربيات بتيجي من الحمول ما بترضاش توصل 8 علشان الطريق غير ممهد. احنا برضو كان عندنا هنا على اول الطريق كان فيه مباني مخالفه مبنيه على املاك الدوله. بنشكر فيها برضو السيد المحافظ والسيد اللواء حمدي الحشاش رئيس مركز ومدينه الحمول. نفذنا قرارات الازاله بعد 40 سنه من المباني دي، ولكن اصحاب المباني طلعوا من المباني بعد الازاله وحطوا حاجتهم في الشارع فقافلين الشارع. فاحنا بنناشد السيد اللواء حمدي الحشاش بسرعه التدخل وازاله الاشغالات من الطريق لفتح الطريق امام المرء. دي بالنسبه للطريق ومدخل القريه. اما بالنسبه للوحده الصحيه، احنا عندنا وحده صحيه مجهزه، دي كانت دعم اماراتي. الوحده الصحيه فيها دكتور بيجي 3 ايام في الاسبوع، ساعتين كل يوم. احنا عندنا في الوحده الصحيه مجهزه باستراحه دائمه لاقامه طبيب. بنطالب السيده وكيله الوزاره الدكتوره لميس بطبيب مقيم في الوحده الصحيه. عندنا معمل تحاليل مجهز على اعلى مستوى. محتاجين برضو اخصائي تحاليل يكون موجود عندنا في الوحده الصحيه. هذه كانت كلماتهم وتلك كانت مشاكلهم، رصدتها كاميرا بدون تردد بالصوت والصورة. قرية 8 العنابر تشتكي من عدم وجود مكتب بريد، من عدم وجود وحدة صحية، من عدم وجود نقطة مطافي، من عدم وجود نقطة إسعاف. الطريق غير ممهد، يطالبون برصفه، وأيضا يطالبون بوجود كاتر أطباء في الوحدة الصحية. حتى المياه لا تتميز هنا إلا باختلاطها بالصرف الصحي. من هنا نناشد المسؤول ونقول له: لقد وصلنا إلى عصر الغني يزيد فيه غنى والفقير يزيد فيه فقرا، والقوي لا يزيد إلا قوة والضعيف يزيد ضعفا. إلى المسؤول: إلى متى تمكث في مكتبك وفي التكييف وتعزف عن حل مشاكل المواطنين على أرض الواقع؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. عصام القبلاوي بدون تردد.